لم تكتفي هذه المجموعات الإرهابية المسلحة باستباحة حرمات المدينة عبر نصب الحواجز وقطع الطرقات ومهاجمة الدوائر الرسمية وإحراق أقسام الشرطة، بل تحولت إلى وحوش كاسرة تجاوزت كل الخطوط وتخطت كل المحرمات، فقتلت وقطعت ومثلت في مشاهد عصية الفهم على الوعي البشري، أثارت في نفس كل وطني حر مشاعر الغضب الممزوج بإدراك ضرورة أن تتحمل الدولة بناء على واجبها الوطني، ومن خلفها كافة فئات الشعب مسؤوليتها الفورية بالتصدي لهذه الزمرة المجرمة. منظر لا يمت للإنسانية بأي شيء، عمل غير إنساني، ولازم يتحاسبوا هدول اللي عملوا بهالجرائم هاي. كيف نرى أن يمثل بقتيل مهما كان تقطع أوصاله هكذا؟ ليس من ديننا أبدا. هذول ما هم بشر ولا هم بني آدمين ولا بيعرفوا الله ولا بيعرفوا الأنبياء. هذول هي تعد جريمة بشعة ونكراء يندى لها أي جبين أي مواطن شريف في هذا البلد، ولا يرضى بها أي إنسان له ذرة من الكرامة الإنسانية. اعتبر إنه أخوه محله أو شيء قريب له، يعني شيء وحشي فعلا وحشي. وجهاء وأبناء عشائر دير الزور الذين روعوا بما تفعله هذه العناصر الإرهابية، وبعد أن استنفذت خيارات الحوار معهم على الصعيد المحلي، باتوا غير قادرين على السماح بأكثر مما جرى، فحسموا أمرهم ورفعوا صوتهم عاليا مطالبين بأن يكون خيار الدولة واضحا وصريحا مع هذه الفئة التي امتهنت الإساءة للوطن وعملت على تدمير أمنه وتخريب اقتصاده. وإحنا يهمنا أنه السلطات تلقي القبض على اللي قاموا بالفعل هذا لازم الجيش يتدخل، لازم هلا بيدخل دير الزور، لأن هذا هيك ما بيصير أصلا هيك، لأن عم يقتلوا الناس قدام وبيعرضوها كمان زاد. شفت شلون يعني بيجوا الزلمة بيذبحوه؟ شو هذا شيء إرهاب أصلا، وهذا لا بيعترف لا على دين ولا على شيء ولا حد معترف فيهم. وطالما أن الإرهاب والفوضى أمران مرفوضان، فالواجب يقتضي مواجهتهما بقدر من الحسم والقوة يكفيان لإفهام تلك المجموعة المجرمة التي قتلت الحوار وهجرت الآمنين أن الصبر والتروي لم يكن هدفه سوى الحفاظ على أي قطرة دم سوري، لكن مع ترك الباب مفتوحا أمام من غرر بهم بأموال الخارج أن يعودوا إلى تاريخ بلدهم المشرف بالدفاع عن أرض الوطن وحمايته من كل عدوان.